إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. ترتاح إليه الأرواح عندما ينبعث في سكون الليل صداه، وينتشر في الأفق ضياه. كانت لنا في صدى المحراب جولة في مجمع النور الإسلامي لنروي لكم قصة هذا الصوت السوداني الأصيل. نورين محمد الصديق، نورين محمد الصديق، شمال كردفان، شرق بارة، قرية الفرجاب. وهناك عندنا الفرجابات كم فرجاب، 7 قرى تسمى الفرجابات، لكن بالتحديد الفرجاب الرشيد. الدراسة كانت بنفس المنطقة. الزرق الجيزان كانت البداية، مرحلة الأساس منذ الصف الأول الابتدائي، ويسمى الآن بالأساس. ما كان يسمى الابتدائي، أما الآن هو الأساس. حقيقة قرأت يعني مرحلة الأساس بالمنطقة، منطقة الزرق الجيزان جوار الفرجاب. وبعدها من مرحلة الأساس انتقلت مباشرة إلى خلوة القرآن، خلوة مولانا الشيخ المكي، الشيخ عبد الرحيم، الشيخ الرشيد. خلوة عريقة وقديمة لها عشرات السنين، وتخرج منها الكثير من الحفاظ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم وأن ينفع بهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. بعزيمة قوية ورغبة صادقة شق شيخ نورين محمد صديق طريقه في حفظ القرآن الكريم. فقط نحن يعني ظللنا طيلة هذه الفترة. أنا تخرجت من الخلوة سنة، دخلت الخلوة 94، وحفظت القرآن في 2 والحمد لله رب العالمين، اللي هي 96. ودرست بنفس الخلوة 4 إلى 5 سنين، وكذلك في بقية الولايات حفظت هذا القرآن. وما التحقت بالجامعة أصلا يعني. طبعا بدخلون الخلوة، أقصد المدرسة، في 7 سنوات، وبعد ذاك إلى أن وصلت الصف الثامن. دي كانت بتاعت 15 سنة يعني، ما أقل ولا أكثر، 15 سنة. لكن الفترة اللي أنا قضيتها في الخلوة فترة مميزة يعني. وجيت لحفظ هذا القرآن عن رغبة، يعني رغبة شديدة. أنا كنت بالمدرسة ولكن متعلق بالخلوة. كنت كايس فرصة إنه أمشي أذهب إلى الخلوة لأحفظ هذا القرآن، لأنه أصلا الرغبة موجودة جواي. الحمد لله رب العالمين 94 من الأساس مشيت الخلوة وبديت. فالمدرسة زادة كانت بالنسبة لي مفتاح، لأنه أنا دخلت الخلوة وأنا أعرف أقرأ وأعرف أكتب الحروف. فقط كنت محتاج لأنه أضبط الضوابط بتاعت اللغة العربية، الفتحة والكسرة والضمة والسكون وما إلى ذلك، عشان بتساعد في حفظ القرآن الكريم. فالخلوة أضافت لنا الكثير الحمد لله رب العالمين. المدرسة بداية كانت موفقة، والخلوة تمت لنا ما تبقى من معرفة إن شاء الله. الشيخ نورين أخ فاضل، وتعرفت عليه من قرابة 15 عام، يعني قبل 15 سنة، من التسعينات.
وصلينا أنا وياه في مجمع النور الإسلامي قرابة السنتين مع بعض. أخ فاضل، الله سبحانه وتعالى حبه صوت جميل، حبب الناس إليه، عنده قبول عند الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منه، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعلنا وإياه إخوة متحابين، وأن يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث قال أشد تفلتا من الإبل في عقلها، يعني ما زيها، هو أشد منها. وهذا الكلام لو سألنا عنه أهل الإبل الذين يرعون الإبل، الذين يحفظونها ويتعاملون معها، هم يعرفون كيف أن الإبل إذا لم تعقل بالليل ماذا يصير عليها. لم يجدونها، إذا لم يعقلوها بالليل لم يجدونها في الصباح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل بهذه الإبل إذا لم تعقل، أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فالقرآن هو أشد، الذي يحفظ القرآن ولم يراجعه، أي لم يعقله بالليل في السبع، يجده يتفلت، هو أشد تفلتا. فالذي يريد أن يحفظ القرآن ينبغي عليه أن يراجعه دوما، وأن يجعل له وردا من القرآن يراجعه كل يوم، وإن لم يفعل ذلك يتفلت هذا القرآن. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. رمضان شهر الخيرات، فيه تتنزل الرحمات، نتسابق فيه إلى الطاعات لنرتقي أعلى الدرجات. رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان كما قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وسبحان الله هذا القرآن يتيسر في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان. ونحن في شهر رمضان دائما بنراجع وبنستعد إلى صلاة التراويح ونقرأ بالجزء الكامل. هذا القرآن يتيسر في هذا الشهر بطريقة عجيبة جدا. حقيقة أنا لما أنظر إلى طيات هذا الكتاب، هذا القرآن، تخاف ويصيبك الخوف، وربما تقول أني لم أحفظ هذه الصفحات الكثيرة في هذا المصحف. ولكن عندما نبدأ ونقرأ ونؤم الناس، سبحان الله يتيسر هذا القرآن بطريقة سهلة وميسرة. والله سبحانه وتعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهو ميسر إن شاء الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم
ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لا تحلو الحياة إلا بالابتسامة والطرفة. طرائف ولطائف في حياة الشيخ. وفي الرمية اللي هي ربما ممكن تقول عليها الإملاء، الشيخ بيرمي أصلا الآية للطالب ويأخذها منه، لكن لازم يسمع عليها عشان يتأكد إنه هو أخذها صح ولا ما أخذها صح. ففي سورة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أنا اديته الآية هكذا، لكن لما قال لي مرة ثانية فقال ألم نجعل له عينين ولسانين وشفتين. الطرائف كثيرة لكن الواحد طال عليها الزمن يعني. كذلك الإمامة. وأنا أذكر يوم في صلاة التهجد كان معي بعض الإخوة، بدأ يقرأ وسدد عليه الآية ورجع كررها المرة الأولى والثانية، ولكنه في المرة الثالثة أتى بها، فتفاعلت معه وقلت له أيوة كده صح في أثناء الصلاة يعني. فهذه من الطرائف اللي حصلت لنا في الإمامة برضه يعني لا تنسى يعني. الشيخ القارئ نورين محمد صديق قارئ من قراء السودان، تميز بالصوت الجميل في قراءته، وهو إمام مجمع النور الإسلامي. تشرفت بمعرفته من قبل 5 أعوام. كنت أرتاد مجمع النور الإسلامي حينما كنت أسكن قريبا من ذلك المسجد. كنت أراجع معه رواية الدوري في فترة الصباح، وهو له فضل كبير علي بعد الله سبحانه وتعالى في قضاء وقت الفراغ في السودان حينما كنت في السنة الأولى. أعانني كثيرا بعد الله سبحانه وتعالى في غربتي، ولنا علاقة أخوية قوية جدا لا يعرف عنها إلا الله سبحانه وتعالى، وهو أخ جليل وشيخ موفق. ما من قارئ إلا وله سورة أو آية تهز أشجانه وتلامس وجدانه. هي سورة الرحمن. سورة الرحمن يقال أنها عروس القرآن، فسبحان الله لي بها علاقة.